Herzlich willkommen bei Herzlich Deutsch. ازيك يا أستاذة سارة؟ أهلا بك مرة تانية. أهلا وسهلا بأخويا محمود زايد. وعايزين نفصل دول من بعض عشان ده شيء مهم جدا جدا بيعتمد عليه أزمنة كتيرة جدا جدا وتركيبات كتيرة جدا جدا جدا. يلا. تمام. الفيرب فيردن ده محمود باشا بنستخدمه عامة في أنهي استخدامات؟ عامة ادخل معايا فين؟ في الفوتور في الفوتور وفي الباسيف. في الفوتور، في الباسيف، وفين كمان؟ آم، متهيألي الكونيونكتيف 5. بيدخل في معظم الكونكتيف ويدخل في معظم الباسيف، يدخل في كل الفوتيور بنوعين، ويدخل فين كمان؟ أنا فاكر دول بس مش قادر أفتكر حاجة تانية. هيبقى فعل جملة رئيسي، يعني هيبقى معاه صفة، أو هيبقى معاه مثلا وظيفة، وهيبقى فعل جملة طارد فعل الجملة للآخر في المستقبل لما هبقى أعمل الفعل الفلاني اللي هو أنا سوف أقرأ. وهيبقى فعل جملة طرده للمستقبل بنوعين. إيه نوعين اللي هو المستقبل؟ بيتصرف مع الضمير. نعم. م? بقول هو بيتصرف مع السوبجكت والفعل التاني بيجي في الانفينيتيف. مظبوط. بيبقى إمتى بيبقى امتى ايه المستقبل بنوعيه؟ ايه هما المستقبل بنوعيه؟ بس احنا مش هنتطرق النهارده للنوع الثاني من المستقبل. بس بالمره كده، ايه هو المستقبل الثاني؟ المستقبل الاولاني هو ان انا هعمل كذا، وهو المستقبل الثاني. إيه، ايه هو مش المستقبل مش الثاني؟ فاكرة بس تقريبا حاجة مخططة. يعني المستقبل الثاني يا استاذ ساره، المستقبل الثاني يا محمود باشا هو مستقبل هيحصل في الماضي. يعني ايه؟ يعني في حاجه اسمها مستقبل هيحصل في الماضي؟ اه. ما انا لما ابقى في المستقبل، في مستقبل بعده كمان. بحلول العام القادم هنكون خلصنا المشروع، هنكون خلصنا. اهو ماضي، وبحلول العام القادم اهو مستقبل. فهو ماضي حصل، هو مستقبل حصل في الماضي. يعني ايه مستقبل حصل في الماضي؟ صوت علشان بيقطع يا عندي دكتور لو سمحت. زمنين. فهمتوها؟ فهمتوها؟ عندي تمام. زمنين. اوكي. لما هتوصل ل 20 سنه وانت على الاكل ده هتصاب بالسكر، عمال تاكل سكريات، ما بتسمعش كلام الدكاتره المحترمين، بتسمع كلام الدكاتره المعاتيه، تسمع كلام كل واحد بيضحك عليك بكلمتين، وعمال تتعاطى سكريات طول النهار والليل. بحلول وانت عندك 25 سنه وانت بتاكل الاكل ده كده، هتدخل في سكر النوع الثاني. حلو الكلام. يبقى هنا اصبح المستقبل، بس هو بالنسبه لحدث ثاني، في حدث لسه هيحصل بعده اللي هو انا هاكل. اوكي. وهيحصل بعده في المستقبل ان انا هصاب بالسكر النوع الثاني. يبقى انا هنا عندي زمنين. فهمتوها؟ يبقى سيبنا من المستقبل الثاني ده اللي هو بحلول العام القادم هيكون المشروع خلص، سيبنا منه خالص. تمام. المستقبل الاول اللي هو العام القادم، انا هسافر المانيا. ده فيردن يا استاذه ساره، ده فيردن. ممكن الاقيه في انهي جمل؟ على وضعه ده هلاقيه. العادية ها. زي أي فعل وبيبقى بمعناه أو سوف. يبقى هلاقيه فعل جمله رئيسي. اديني فعل جمله رئيسي يا استاذ محمود، يا محمود باشا. Ich werde ich werde ein neues Auto kaufen.
عايزينه لا، احنا كده انت هنا عندك كوفن، اشتري. لو ترجمتها بالعربي هتبقى سوف اشتري، يعني فعل اوكي جمله رئيسي عايز. اشتري. انا عايزه معهوش افعال، اوكي عايزه فعل جمله رئيسي يعني معهوش افعال. ماشي. ich werde nach Deutschland. ما هي هتبقى جيهم برضو. طب ايه رايك في الجمله دي؟ لوحده مش قادر افتكر Ich werde بايشبيل testen. العربي. ايه رايك في الجمله دي؟ Ich werde testen تقريبا. بالنسبه لي انا كعادل، Ich لو كنت werde بتكلم testen. وانا ايام زمان، اشبيرد ارتس، تحول من حلقه لحلقه. حلو الكلام. طيب ممكن اخده انا سوف. ها محمود لسه قايلها. هم. Ich werde nach Deutschland gehen. طبعا فليجن احسن، او يعني او غايزن يعني. جميل. لو انا اصبحت مريضا، اقولها ازاي بابسط صوره بفعل واحد؟ يعني انا ممكن اعبر في الماضي بالبيرفكت والبيرفكت. اجيبها ازاي من دول؟ اختار لها ايه بفعل واحد؟ Treten, würden, würde. يبقى Ich ايش؟ würde krank. wurde ايش wurde. جميل. krank. طيب ولو كان عندي حاجه بتبنى، وعمليه البناء مثلا وعمليه البناء شغاله حالا، مثلا داس هاوس. das Haus ist لا است دي، gebaut. است الجباوت دي يعني انا رحت وشفته اتبنى قدامي، وكانها بتكلم عن الماضي، وكانها هي جمله في المضارع، بس انا بتكلم عن حالته حالا. لكن انا عايز اتكلم عن عمليه البناء، بس das Haus wird gebaut. حلو الكلام. gebaut. بيتبنى، عمليه البناء شغاله لا زالت، لسه ما انتهتش. الجمله ديت ان الهاوس حالا بيتبنى. بس لو عايز اقول ان انا لما كنت هناك امبارح كان الهاوس بيتبنى، هتبقى Das Haus ist gebaut worden. انا عايزها في البرتاتم. Berättung Würde. wurde gebaut, ja. يبقى ده هاوس فيردا جيباوت ديت يعني الهاوس كان تمام بيتعمل. حلو الكلام. بيتبنى. جميل. طب ايه حكايه جيفودن بقى؟ Geworden. غالبا Partizip اتولدت 2. او Partizip 2 عادي. طب ايه الفرق ما بين جيفودن وفودن؟ Worden دي بتيجي في الباسيف في البيرفكت، لكن geworden دي Partizip 2 بتيجي عادي زيها زي الفعل تجي في البارتيسيب 2 مع البيرفكت. اديني الجمله والجمله. يعني مثلا سمعني يا دكتور؟ انا سامعك، خلينا في هاوس جيباوت وفودن. بيرفكت هقول das Haus ist gebaut worden. Das Haus ist gebaut worden، مش هنقوله gebaut geworden. worden. يبقى gebaut worden دي worden. مختصه بتركيبه worden الباسيف، مختصه بتركيبه الايه؟ ده باسيف. الباسيف باسيف يعني دي مكافاه. بس في البيرفكت.
الاثنين دول مكافئين لبعض كمعنى، صح الكلام؟ هما الاتنين باسيف هما الاثنين بسيبه في الماضي، بس دي في ماضي بسيط من فعل واحد بغتاته، ودي في ماضي بيرفكت من فعلين. فودن بيرفكت. متصرف بس محذوفه منه الجي بتاعته واخد است. فيردن بياخد است زيه زي جيران. حلو الكلام؟ عشان ما ينفعش جيب اوت جيفودن ورا بعض، لما ما ينفعش جي ورا بعض. عشان ما ينفعش جي هتبقى شكلها وحش. جميل. طيب جيفودن. جيفودن ده فعل عادي، بارتيسيبت سفاي عادي، بيجي في جملة عادية يعني بس اخدها في واحطها، البيرفكت. اخدها واحطها في انهي تركيبه من دول واعبر عنها بنفس المعنى. اهي مكان دول بس في الماضي. مش برودكت كان مش اهي برودكت مكان كان دي، مكان دي ايوه. مكان دي، يعني هي مكافئه للعاديه دي. اه تمام. يبقى ايش؟ بن كان Ich bin krank geworden. جيفورد. ممكن جستر geworden جيستان او بينش كانك جيفورد. يبقى دول الاثنين دول مكافئين لبعض. الاثنين دول مكافئين لبعض في الايه؟ في المعنى. طيب ممكن احط جيفودن ديت برضو مع زاين في دول. مثلا ديت لقد اصبحت طبيبا. ممكن Ich bin مم. als Artist Ärztin geworden. geworden. ich bin طبعا ارت، انا حاطط تي زياده. ها. هنقول ich bin Artist geworden على طول ولا ich bin مظبوط. als Artist geworden؟ ich bin ارتست جيفورد، انا اصبحت، لقد اصبحت طبيبا. اوكي. هنا سوف مش اصبح. هينفع ألس هنا. مم. هو بيقول ألس، بقول مش هتنفع ألس لا عنده. لا، ما فيش فاهم؟ الس ولا في اين، لا في الس ولا في اين. هي الس دي ممكن ألس تيجي. دي بتيجي مع أبايت، إيش أبايت ألس أرتست مثلا، أنا بعمل اه كده طبيب ايوه كده. كده. ما فيش الس دي خالص. حلو الكلام. Ich bin Arzt، ich bin Arzt geworden، يبقى bin Arzt geworden دي تكافئ، تكافئ ايه؟ تكافئ ايه برضو؟ ممكن تكافئ إيش wurde Arzt. إيش wurde Arzt. Ich wurde Arzt، لقد اصبحت طبيب. حلو الكلام. الاثنين دول مكافئين لبعض في المعنى وفي الايه؟ وفي الزمن. حلو الكلام. طيب بالنسبه كده احنا خلصنا كل دول وفهمناهم. اللي فاضل لنا الشيء الوحيد ايه؟ Konjunktive 2 هل كل الافعال، في التمني مثلا. يعني في مثلا مع، التمني. يعني مع جين استخدمه مع جين. آه يعني لما اقول يا ليتني كنت ذهبت، او مثلا يا ليتني اذهب الى المانيا، اقولها ازاي؟ Ich würde nach Deutschland gehen. ماشي بس جينجا ايش؟ نور Gehen. نخ. حلو الكلام. واحط علامه تعجب في الاخر. ليه؟ لان الفعل جينجن ده من الافعال القويه اللي اقدر ان انا استخدم معاه الكونكتيف بسهوله. فليجن تبقى ازاي؟
هم. würde ich nur nach Deutschland. ماشي يا شباب. الفعل هنا فليجن، هنا تيجي فليجن. ماشي. يا ليتني أسافر إلى ألمانيا. تمام. تمام. لكن جاية سهل إن أنا أعمل منه الإيه، الكونجكتيف، لأن الكونجكتيف ابن بريتيتهم وده فعل مش نظامي، فبيغير جذر، فبيبقى واضح إن هو آه كونجكتيف. لكن لو جيت على فليجن ده مش هيبان معايا. تمام. فعل نظامي مش هيوضح ان هو كونكتيف، فبستخدمت له فيردن اكتر. تمام ولا مش تمام؟ تمام. ارجع تاني عشان خاطر ما نتوهش من بعض. الزمن ابو نقطتين. مش الزمن بقى، هو مش الكونكتيف، مش زمن. الكونكتيف هو صيغه. الصيغه ام نقطتين هي كونكتيف. فوردن ده فوردن ده الماضي بتاع فيردن. جيفوردن نفس الفكره، هي نفس فكره فوردن، الاثنين ماضي. لكن ما عنديش غير فعل واحد بس هو اللي مختص بحاجه واحده بس، مختص بالباسيف. ما اقدرش اقول das Haus ist gebaut geworden. حذفت الجي بس، ادي كل الموضوع. يبقى كل اللي حصل ان المفروض دي اصلا كانت جيفوردن، مش حاجه اسمها فوردن اصلا، مش حاجه اسمها كده. لكن انا حذفت الجي عشان خاطر زي ما قالت اختكم ساره، ما تبقاش بس ايه، جيباوت جيفوردن بس، مش اكتر. يبقى نفتكر ديت ان هي مختصه بالايه، بالباسيف.